بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايه لكم في فيديو جديد. هنعمل اكله كده، اكله من بتوع زمان. طبيخ كده. اكله جميله واكله سريعه واكله سهله ومش مكلفه وجميله خالص. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو اول مرة تشوفيني انا اختكم ياسمينة. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتعملوا لي اشتراك للقناة عشان القناة تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. اول حاجة هنا جبت حلة كده نضيفة. شطفتها وسبتها تنشف كده على البوتاجاز، وقمت حاطة فيها معلقة سمنة عادية خالص من العلبة. وسبت السمنة دي تسخن خالص، تسخن كده عشان لما تيجي تحطي فيها اللحمة آه تمسك نفسها على طول، اللي هي تدخل في قلب بعضها. المية بتاعتها بتفضل محتفظة بيها. جبت هنا اللحمة. ادي اللحمة اهي، حطيتها على طول. بصوا اول ما بتتحط في على السمنة بتقوم اللحمة ماسكة بعضها على طول، علشان ايه؟ السمنة سخنة. بصوا اللحمة بتقوم كشة كده وماسكة في بعضها على طول علشان السمنة سخنة. حطينا بقى ايه اللحمة اللي معانا كلها. ده كيس لحمة. انا بجيب اللحمة وبقسمها على عددنا. وبحطها بقى في الفريزر. ده كيس لحمة على عددنا كده. على عددي انا وولادي بس. اهو حطيت بقى اللحمة على السمنة كده ونقلبها. نسيبها اول ما نحس ان هي كده نشفت من تحت وخدت لون، نقوم مقلبينها على الناحية التانية. على ما نعمل بقى ايه، نجيب بصلاية صغننة كده او بصلتين صغننين، نقوم مقشرينهم وطماطمايه برضو صغننة كده ونقطعها. هنا بصلتين اهم صغننين، غسلتهم قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم ايه انصاف كده، يعني نصين. وطماطميتين برضو صغننين، شلت الحتة اللي هي مش حلوة اللي فوق دي، وايه وقطعتهم كده ايه نصين. وهجيب ورق لوري وحبهان و... اتنين او تلاتة مسمار، اللي هي قرنفل، وواحدة قرفة خشب. ماشي. كل الحاجات دي اللي هي حاجات الشوربة، اللوري والحبهان والقرفة الخشب والقرنفل. من كل حاجة كده يعني حطيت 3 حبهان، حطيت 3 قرنفل، حطيت واحدة قرفة خشب وكم واحدة لوري بس. ونقعد بقى نقلبهم كده، نقعد نقلبها كده في التوابل دي، نقلبها كده تقلبتين 3 لحد لما ايه، انا حاطه الميه في الكتل تسخن، يعني حاطه الميه تغلي في الكتل. نقلبها تقلبتين لحد اما الميه اللي في الكتل ايه تغلي. وبعد كده ننزل بالميه المغليه. لازم ميه مغليه، لو مش عندك كتل اغلي شويه ميه على النار، علشان دي بتسرع السوى. ولازم هي كده دخلت في يعني دخلت في التسويه. ما ينفعش نحط عليها ميه بارده. لو حطينا ميه بارده هنلاقيها ايه جرمزت كده ومسكت في بعضها. بصوا هنا اهي الميه بتغلي خالص اهي. ده الكتل بتاعي الجديد، انتوا ما شفتوش قبل كده. قلت بقى ايه اوريهولكوا وهو شغال. انا عملتلكوا وريتهولكوا اول ما جبته، لكن ما شفتوهوش وهو شغال. قلت بقى اوريهولكم وهو شغال. هنا بقى حطيت اهو الميه، نزلت بالميه المغليه. بصوا كده بتكمل سواها عادي. شايفين بتغلي ازاي؟ يعني بتكمل سواها عادي خالص، ما بردناش عليها بس. وهنا حطيت بقى شوية مية تغلي تاني علشان هنعمل ايه، هنعمل فاصوليا بيضة. جبت الفاصوليا ونقيتها لو فيها اي حاجة مش حلوة، وغسلتها غسلة حلوة جدا وحطيتها في الحلة اهي. هنا الفاصوليا هي بعد ما اتغسلت ونقيتها وحطيتها في الحلة. وجبت شوية مية السخنين وحطيتها عليها. لازم تبقى مية كتير كده، لازم مية كتير لان هي بتقعد تستوي شوية حلوين. احنا هنسويها 3/4 سوا.
والربع التاني هنسويه في الايه في الصلصة. ماشي. هنا اهو حطيتها على النار. لازم المية تبقى كتير كده، ونغطيها ونسيبها بقى ايه تستوي. كنت عملت في الوقت دوت ايه قليت كام واحدة بتنجانة كده. لو عايزين طريقتي في البتنجان قولولي قولولي في الكومنتات، وانا اقول لكم ايه الطريقة ان شاء الله. اهم حاجة بس ما تنسونيش تعملوا اللايك، عشان انا تعبت جدا في الفيديو ده والله. اعملوا لي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ولو عايزين طريقتي في البتنجان قولولي في الكومنتات وانزل لكم طريقتي في البتنجان. هنا بقى قليت البتنجان وحطيت عليه شوية الدقة اللي انا عاملاهم دول، وهي مش موضوع خالص، سهلة خالص ومش حوار. بس هنا بقى اهو تبلت البتنجان بتاعي وسبته بقى على جنب، عشان لازم تكوني عاملاه من بدري علشان يلحق يتخلل كده ويتملح ويبقى طعمه حلو. ماشي. هنا خلاص البتنجان حطيناه على جنب. هنا الفاصوليا هي بتغلي على النار، بس لسه ايه لسه ما استوتش، لسه ناشفه خالص اهي. نسيبها برضو تكمل ايه سواها. هنا جبت بصلايه حلوه كبيره كده وقرن فلفل، وايه ضربتهم في الكبه. عايزه تقطعيهم على ايدك قطعيهم عادي، المهم ان انت تقطعيهم صغنن كده. انا بقى لازم اقطعها صغنن لان انا ولادي بيطلعوا البصل من الاكل وكده، فلازم ان انا ايه اقطعها صغنن خالص. فانا قلت افرمها في الكبه وخلاص. هي اي نعم بصلايه صغننه فبتبقى في الكبه من جوه خالص كده، بس مش مشكله. فرمتها في الكبه كده عشان تبقى ايه مفرومه خالص، متقطعه صغنن. لقيتها لسه فيها قطع كبيرة فقلت ايه اضربها كمان ضربة. ماشي. وبعد ما بنضربها كنت برضو هنا كنت ضربت الطماطم في الخلاط. هنا جبت الحلة اهو، هحط فيها معلقتين سمنة برضو من العلبة عادي. وبعد كده هحط بقى عليها الايه البصلايه. هنجيب البصلايه اللي احنا ضربناها في الكبه مع القرن الفلفل وهنحطها عليها، بس بعد ما السمنه دي تسخن ايه حاجه بسيطه كده، يعني تكون السمنه سخنه ما تبقاش بارده، عشان برضو نسرع الايه سوى الحاجه بسرعه. اهم حاجه تكون الحاجه سخنه اللي انت هتحطي فيها تبقى سخنه. بس هنا بقى هي السمنة هحط عليها دلوقتي البصلاية وقرن الفلفل اللي احنا ضربناهم في الكبة اهم. هفضيهم بقى كده وهنسيبها بقى ايه تحمر، مش تحمر يعني تدبل وتصفر كده شوية. ماشي. هنسيبها كده تاخد لون بسيط خالص. بصوا اول ما بتنزل في السمنه بصوا بتعمل ازاي، علشان ايه علشان السمنه سخنه. هنسيبها بقى نقلبها فيها تقلبتين كده ونسيبها تاخد لون بسيط. برضو هتشوفي ده دلوقتي. اول ما هتاخد اللون البسيط دوت هننزل بالصوص الطماطم اللي احنا عملناه، اللي هي الطماطم اللي ضربناها في الخلاط. طماطم عاديه خالص، بس انا بحط معاها حته بنجر. طبعا انتوا عارفين كده بحط معاها حته بنجر صغننه، مش عايزه تحطي عادي براحتك، بس انا بحط علشان ولادي عندهم انيميا وكده فمش بياكلوا الاكل كده، فبحط بقى ايه بداريه في الاكل، يعني بحط البنجر بداريه في الاكل. هنا هي الطماطم بعد ما اتضربت في الخلاط والبصلايه بعد ما اصفرت كده وخدت لون بسيط. حطيت الطماطم وحطيت عليها شويه ميه كده اللي هي بواقي الخلاط. هحط بقى دلوقتي معلقه ملح وحبه فلفل اسود صغننين، علشان هي الفاصوليا مش بتحب الفلفل الاسود، بتحب الكمون اكتر. فانا بحط بس حبة فلفل اسود صغننين علشان بس الطعم، بحط شوية صغننين وبحط ايه كمون. هنا اهو الملح، معلقة ملح حلوة كده، وشوية اهو الفلفل الاسمر، احط شوية فلفل اسود صغننين اهم صغننين مش كتير خالص، يعني على حرف المعلقة كده، وايه وشوية كمون بقى.
نحط حبة كمون كده قد معلقة صغننة كمون. هي الفاصوليا بتحب الكمون بس. ونقلبها ونسيبها بقى ايه تتسبك كده وتتقل. اول ما هتتقل هنحط بقى فيها الايه الفاصوليا تكون استوت. هنا الفاصوليا لسه على النار. هنا بقى الفاصوليا بعد ما صفيتها غسلتها، صفيتها غسلتها. بصوا مش مستوية خالص، يعني مستوية 3/4 سوا. انا شلتها صفيتها وشطفتها شطفة كده بسيطة، وقمت حطها بقى هنا على الصلصة. الصلصة بصوا مش خفيفة ومش تقيلة، يعني الصلصة مش مية ومش تقيلة قوي. بس حطيتها بقى تكمل ايه سواها على النار، تغلي لها بقى غلوتين 3 كده في الصلصة، تاخد من طعم الصلصة والصلصة تاخد منها، وتلاقيها بقى ايه الصلصة تقلت شوية. وهي بصوا بقى لونها اتغير ازاي، بقت لون الصلصة وكمان استوت خالص. هتشوفوها دلوقتي معايا وهي ايه مستوية خالص ومهرية كده وجميلة. هنا برضو اللحمة بقى كانت استوت اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي، اول ما بتحطي فيها الشوكة بتلاقي ايه الشوكة غرزت فيها على طول، يبقى هي كده استوت. هنا بقى غرفت الاكل، عملت جنبه شوية رز بالشعرية، وعملت شوية لسان عصفور، وطبعا البتنجان انتوا شفتوه. بصوا استوت واتهرت خالص ازاي، جميلة جميلة في منتهى الجمال. اكل زمان ده يا جماعة ما بنستغناش عنه، حاجة كده في منتهى الجمال. واللحمة استوت واتهرت خالص اهي وبقت زي الفل. وشوية اللسان عصفور عملتهم جنبهم. لسان عصفور عادي خالص، حمرته وحطيت عليه شوية شوربة من بتاعة اللحمة وخلاص. والبتنجان بتاعي الجميل اللي شكله يفتح النفس، بتنجان شكله تحفة بصراحة، وطعمه كمان في منتهى الجمال. والرز بالشعرية طبعا كلكم اساتذة وكلكم عارفين الرز بيتعمل ازاي، مش موضوع خالص. والبتنجان اهو الجميل، وشوية لسان عصفور، والفاصوليا بتاعتنا الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.